لأن طارق لابد أن يتجهز قبل الموعد بساعة، لأنه حينما يمشي من غرفته إلى المكان المخصص للعلم يجلس أو يمشي مدة 15 دقيقة. انتقال من مكان لمكان يصل إلى 15 دقيقة. 5 سنين من الكفاح والصبر والهمة العالية لم تجعل طارق يستطيع الكلام فقط أو أن يختلط بالناس أو أن يقرأ القرآن بشكل جيد فحسب، إنما حقق الله له أمنية لم يدر في خلده يوما أن يحققها أو أن ينال شرفها، فقد أتم بفضل الله تعالى في هذا العام حفظ كتاب الله كاملا. وصدق الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في البداية لما رأيت الصعوبات التي واجهها لم أكن أتوقع أنه سيكمل ويختم القرآن، لكن لما رأيت من جده وإصراره ومثابرته، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بحمد الله يعني أتمم طارق حفظه للقرآن بفضل الله ثم بفضل جده واجتهاده. بدأ في حفظ كتاب الله عز وجل وأعانه الله وسدده ووفقه حتى أتم حفظ كتابه الكريم. شعوري عند إكمال كتاب الله، وهذه منة يمنها الله علي، أن أتممت كتاب الله لا أستطيع أن أوصفها، حتى أن لما قرأ لي